هنعمل مع بعض النهارده عصير البرتقال بالجزر. هو عصير لذيذ جدا مغذي جدا وينفع مشروب حلو قوي في رمضان. يلا بقى نبدأ على طول، بس ما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو. معايا عصير برتقال، دول كوبايتين عصير برتقال، ومعايا جزرايه كده قطعتها حلقات وسلقتها في شويه ميه صغيرين عشان بس تشرب ميتها وما تنزلش السكر والفيتامينات بتاعتها. طيب ممكن نحطه كده من غير ما نسلقه؟ هو طبعا ممكن نقطعه صغير كده او نبشره ونضربه في الخلاط، بس لما بيكون مسلوق بيكون طعم العصير احلى، وكمان مش بنحتاج نصفيه بعد ما بنضربه في الخلاط. ومعايا كمان معلقه كبيره من السكر او نحط بداله عسل نحل لو متوفر. جبت بقى الخلاط وحطيت الجزره وعصير البرتقال، وقلت مش هحط السكر دلوقتي لغايه ما اشوف السكر مظبوط ولا لا، عشان عصير البرتقال كان مسكر قوي، وكمان انا مش مزوده ميه، بس لما ضربته لقيته محتاج سكر فزودت له معلقه السكر. وضربت بقى كويس في الخلاط، وبس كده جهز معانا العصير. قوامه حلو جدا، لونه حلو جدا، طعمه خطير بصراحه، طعمه لذيذ قوي، وهيكون مشروب حلو قوي في رمضان. جربوه بقى وعرفوني رايكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده. نتقابل على خير، مع السلامه.